وغير كمل كلامو شهد وبقى يشوف فيهم بحال كيودعهم بعينيه حتى غمضهم وفات الروح لمولاها ومشات معاه البركة ديال الدار وما داز غير شوية على موتو حتى تبعاتو لاله زهرة ما صبرت على فراقو والروح ما قدرت تفارق الروح. هنا سعيد تحطم وطاح قدام العتبة وبدا يبكي بحال شي دري صغير، وكيف كيقولوا إلا مات الأب توسد الركبة وإلا ماتت الأم توسد العتبة. وامي وامي ومشى با ومشيتي حتى انتي، خليتوني وحيد لهاد الزمان الغدار، وكي غندير بلا بيكم في هاد الدنيا؟ اسيني ربي. وبقى يغوت ويبكي ويضرب بيديه على الأرض وحس باللي الدنيا ظلمت في وجهه، وليني في الطومة ما خلاتو. مشات عنده هزت ليه راسو ومسحت ليه دموعه وقالت ليه نوض استغيد نوض وشد في الله. الموت علينا حق ورداتهم عليك، هي اللي غتوقف معك. با أحمد وأمي زهرة مشاو لدار الحق وخلاو لينا هاد البلاد وهاد الوليدات أمانة، وخاصك تنوض وتوقف على رجليك. وهذا ما كان يا سيادي. ومشات أيام وجات أيام والجفاف ما بغى يهز يديه على البلاد. الأراضي اللي كانت كتعطي الخير ولات بحال شي حجر، والزرع اللي كان عند سعيد بدا كينقص، والناس في الدوار اللي عنده شي حاجة كيخبيها. المحنة زادت على سعيد، أما أختو راضية كانت كتشوف في خوها وكتقطع عليه، وفي الطومة بدات كدبل نهار على نهار، واخا كانت كتحاول تبقى واقفة وما تبينش، ولكن الصبر والجوع هدها. سعيد في ديك اللحظة ما قدرش يبقى غير جالس، مشى يدبر باش يسد جوع ولادو، وفكر يمشي عند المعطي اللي كان بأحمد كيعطيه ويسلفو بلا حساب. ومشى نيشان قاصد دارو باش يتسلف منه، ودق الباب وحليه المعطي.